احفظ شكل البوتاجاز ده، لأن البوتاجاز ده هتحبه وهتديه لحماتك أو والدتك. البوتاجاز ده جميل وكل ستات بيت مصر عارفاه كويس أوي. البوتاجاز ده معروف بالبوتاجاز العملي، البوتاجاز اللي هو يستحمل شغل، اللي انت تحط والدك بيقعد بالخمسين سنة والعشرين سنة شغال زي الفل. البوتاجاز ده جميل جدا. ايه بقى مميزاته وايه عيوبه هنعرفها في الفيديو ده. من مميزات البوتاجاز ده الحوامل بتاعته حديد، يعني مش زهر هتقع منك هتتكسر. الاستانلس بتاعه من اجود واحسن انواع الاستانلس. هي دي نظام مواسير، نظام ماسوره طالعه فوق الاستانلس، بيركب عليها كوش من النحاس، كوشه من النحاس. طبعا كوشه النحاس بتستحمل، بتبقى جامد زي يونيفرسال القديم وده كرياز القديم برضو بينزل كوش نحاس. نبص عليه بقى من جوه. نظام المواسير اهيت، دي مش نظام مواسير، دي نظام مواسير غير اختلاف غير نظام الغرف. هي بس مشكلته او عيوبه اللي الدهون اللي بتفور بتنزل تحت بتعمل طبقة الزيوت على الحديد ده. فهي دي مشكلته، وهي لها حل، ممكن يتلف بورق ألموني او لها حل. هي دي مشكلته بوتاجاز الكرياز بس، يعني من ضمن عيوبه. من ضمن عيوبه كمان اللي هو فقير شويه. يعني ايه فقير شويه؟ يعني هو مفهوش اللي هي العرايس اللي عايزاه. يعني عايزه العرايس النهارده يولع الفرن يولع اشعال ذاتي، عايزه مروحه توزيع، عايزه مروحه تبرد المفاتيح، عايزة الإشعال الذاتي والأمان الكامل في الفرن والشواية وكله. فهي ده مشكلة البوتاجاز. إنما هو بوتاجاز عملي، الشواية بتاعته من أحسن أنواع الشوايات موجودة. بتطلع صهد، بتوهج، بتعمل صهد حراري جامد جميل جدا. هو بينزل مفتاح واحد للفرن والشواية. الكرياز القديم معروفة بينزل مفتاح واحد للفرن وبينزل مفتاح للشواية. تيجي نبص على الرفوف، الرفوف بتاعته محملة وجامدة والعصاب بتاعته جامدة جدا. بينزل فيه شبكة ستانلس في الجنب. بوتاجاز تقيل جدا، وزنه تقيل جامد، محمل. ينفع يا جماعة، ينفع لبيت عيلة، ينفع يستحمل ويبقى جامد ويستحمل شغل.